السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. الفيديو ديالي ان شاء الله اليوم هديه لكل بنت ما كتصدقش ليها الجينواز. من اليوم ان شاء الله غادي تصدق لك الجينواز وغادي تجيك زوينه بزاف، مقادير اللي هي مضبوطه وجينواز ناجحه مليون في المئه. كنتمنى انك تتبعي الفيديو حتى الاخير، ما تنسايش تخلي لايك قبل ما نبداو الفيديو، وكذلك اللي باقي ما تابونا في القناه اول مره كيشوفها كنتمنى انك تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ندوزو هنايا كيف كتشوفوا معايا في اول الفيديو راني حطيت لكم النتيجه ديال الجينواز، راه ناجحه مليون بالمئه. من اليوم ما باقيش تشكي من الجينواز انها ما كتصدقش ليك او لا كتجيك قاصحه او لا. فهاد الجينواز هذه كتجي ناجحه، وكيف قلت لكم مقادير اللي هما مضبوطين بالغرامات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، وكذلك طريقه ديال الشرح والاسرار، جميع الاسرار اللي غادي تعاونك باش تنجح لك الجينواز غادي تكون في هذا الفيديو هذا. كيف كتشوفي معايا هانتي بهذا الشكل هذا كيفاش كنلعب بها في يدي، فكتجي لينه بزاف، كتجي رطبه. ندوزو المقادير. عندي هنايا 5 ديال البيضات يكونوا متوسطين، ماشي بيضات كبار وماشي بيضات صغار. اذا هنا 5 ديال البيضات. اذا كيف قلت هنايا 5 ديال البيضات يكونوا متوسطين، ماشي بيضات كبار وماشي بيضات صغار. وغادي ندير قبصه ديال الملح، غادي نضيف 5 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده. 5 د المعالق كبار. من الاحسن انكم تستعملوا العبار ديال الغرام، حيت القياس ديال المعلقه كيختلف من معلقه الاخرى. اذا 5 ديال المعالق كبار ما يعادل 150 غرام سكر حبيبات. 150 غرام، هذه الكميه مضبوطه. من الاحسن انكم تستعملوا الميزان، الا تعذر غادي تستعملوا 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. اذا هنايا بديت بالتطراب. هنا غادي نطرب البيض في 2 دقائق الاولى على السرعه الاولى، ومن بعد منين دوز 2 دقائق بالضبط غادي نزيد في السرعه ديال الطراب الكهربائي، وغادي نبقى كنطرب هذا البيض هذا حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو مضاعف ب3 ديال المرات حتى كيولي اللون ديالو ابيض. كيف شفتوا هنايا راني زدت في السرعه ديال الطراب وكملت التطراب حتى تشوفوا معايا الشكل ديال الخليط. فهادو من بين الاسرار اللي غادي تنجح لكم بهم الجينواز، هو انكم ما تحبسوش التطراب حتى تحصلوا على نفس النتيجه اللي حصلت عليها بالنسبه للبيض. الا ما طلعتوش مزيان فمن طبيعه الحال الجينواز ديالكم ما غاديش تجي ناجحه. اذا هنا باقي غادي نزيد واحد شويه وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الخليط كيفاش غادي يكون. اذا هنايا غادي نحبس، فحصلت على الشكل النهائي ديال الخليط اللي بغيت نوصل ليه. فهو هذا كيف كتشوفوا معايا كيولي مضاعف ب3 ديال المرات، وكيولي خليط ناصع البياض، كيكون قريب للمورينغ، وهو ما كيكونش بالدرجه ديال المورينغ، ولكن اللون ديالو كيكون لامع وابيض. هنايا غادي نضيف 5 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، ما يعادل 160 غرام ديال الدقيق. 160 غرام ديال الدقيق بالضبط. كيف قلت لكم القياس ديال المعلقه راه ما كيكونش مضبوط، حيت المعلقات كيختلفوا من معلقه لاخرى، ما كيكونش فيهم عبار واحد. يعني واخا نقول لكم معلقه كبيره، يعني حتى المعلقه الكبيره فيها بزاف ديال العبارات. اذا 160 غرام ديال الدقيق. كيف شفتوا معايا انا هنايا خديت واحد الفوي او لا سباتول، يعني باش ما بغيتو كندخل الدقيق على دفعات. هنايا غادي ندخلو على 3 ديال الدفعات الدقيق اللي ديجا كيكون مغربل، الخاص بالحلويات من طبيعه الحال. فكنبقى كنطلع كنهبط كنخلط زعما الخليط من الفوق من التحت للفوق بهذا الشكل هذا، وغير بشويه باش ما كنطيحوش هذاك الخليط اللي طلعناه. اذا بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للفوي كيكون عملي على سباتول، من الاحسن انكم تستعملوه، فهو كيكون عملي اكثر. اذا هنايا بهذا الشكل هذا راه غير دايره التسريع، راني ما كنخدمش بهذه السرعه هذه، دايره غير تسريع في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كيف قلت لكم انا كنذكر بالنسبه للمقادير، واصلا غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. اذا غادي ندير الدفعه الثالثه ديال الدقيق. هنايا راني نسيت خميره الحلويات، كان خاصني نضيفها مع الدقيق ولكن غادي نولي نضيفها دابا. فانا غادي نضيف هنايا ما يعادل 4 غرام من خميره الحلويات، نصف يعني ساشي ديال 8 غرام غندير النصف ديالو فقط، يعني تقريبا 4 غرام ديال خميره
خميرات الحلويات فانا نسيتها تضيفوها نتوما في الدقيق. اذا هنايا ماشي مشكل غنضيفها في الاخير وغادي ندخلها في هذا الخليط مزيان. اذا بالنسبه للمقادير كيف قلت لكم عندي 5 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر، حبيبات 160 غرام ديال الدقيق، و4 غرام ديال الخميره الكيماويه. اذا غادي نخلط الخليط بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف هنايا بالنسبه للتنسيم فغادي ننسم انا بقشور د الحامض، تقدروا ديروا الفاني اولا اي نكهه بغيتوها تجيكم في الجينواز، فانا هنايا نسمت بقشور ديال حامضه اللي حكيتها. اذا هنايا كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف على هذا الخليط هذا 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وثلاثة ديال عفوا 3 ديال المعالق كبار ديال الماء، و3 د المعالق كبار ديال الزيت، الماء اللي هو عادي، و3 د المعالق كبار ديال الزيت. اذا هنا بجوج راه دايرهم في الكاس، كيف شفتوا الماء لتحت والزيت الفوق، فهذه معروفه ان الزيت كيكون خف من الماء كيطلع الفوق. غادي نخلطهم مزيان، غنحاول نخلطهم غير واحد شويه باش نخويهم على الخليط بهذا الشكل هذا. اذا انا كنخوي وانا كنحاول ندخلهم في هذا الخليط، ودائما التحريك من الاسفل نحو الاعلى باش ما كينزلش الخليط ديال البيض. اذا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعبارات ديال الماء والزيت كيف قلت لكم 3 ديال المعالق كبار ديال الماء و3 د المعالق كبار ديال الزيت، ما يعادل 30 غرام ديال الماء 30 غرام ديال الزيت. من الاحسن تستعملوا الميزان باش يكونوا عندكم المقادير مضبوطين 100%. كيف قلت لكم 30 غرام ماء و30 غرام زيت. اذا هذا هو الشكل ديال الخليط اللي كنحصلوا عليه، هذا هو الخليط ديال الجينواز. كنتمنى انكم تتبعوا هذه النصائح بالحرف وما تغفلوا حتى شي تفصيل باش تنجح معكم الجينواز. هنايا خديت اللاطه اللي غادي ندخل الفران، في هذا الاثناء راني شعلاه كيسخن من الفوق ومن التحت، وفرشت فيها ورق الطبخ بهذا الشكل هذا. كنخوي الخليط وكنحاول نيطاليه بسباتول. هنايا بالنسبه للاطه ديال الفران انايا ما غاديش نقول لكم صراحه العبار، حيتاش عندي اللاطه ديال الفران كبيره بزاف، وانا ما غاديش نسرح الخليط فيها كامله، يعني غادي نسرحه غير واحد شويه حتى عيني ميزاني كنشوف يعني السمك اللي بغيت انا في الجينواز، وغادي نحبس حيتاش اللاطه عندي كبيره والخليط قليل. المهم ما غاديش يجي في هذه اللاطه هذه. من الاحسن انكم تستعملوا لاطه تكون صغر شويه من هذه. فانا بالنسبه ليا هذا هو الحجم اللي غادي نخليها به. اذا كان ايطالي الخليط مزيان. هنايا من بعد ما قديته غادي نبقى كنزدح هذيك اللاطه مع سطح العمل باش كيخرجوا دوك الفقاعات، وهنا غادي ندخل اللاطه للفران. هنايا طفيت العافيه من الفوق وخليتها غير من التحت، كيف شفتوا معايا راها عافيه ناقصه. غادي نسد عليها الفران ونخليها طيب. من بعد ما حسيت بها طابت شعلت عليها شويه من الفوق تتحمرات شويه، وهذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز ديالنا. فهكذا كتجي كيف كتشوفوا كتجي لينه. هنا راه خليتها بردات شويه، وهانتوما كيف كتشوفوا معايا يعني كطاوعكم ديروا بها اللي بغيتو. فهنايا دوك الجوانب قصاحوا شويه حيت كيف قلت لكم اللاطه عندي كبيره، حيدتهم وكيف كتشوفوا معايا هانتوما دابا الشكل ديالها راه كتجي لينه، يعني كطاوعكم تخدموا بها اللي بغيتو. تقدروا ديروا بها سويس رول اولا دي طاغط هكا، المهم اللي بغيتو. اذا هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى انها تعجبكم. الا استفدتوا من هذا الفيديو هذا فما تنساوش وما تبخلوش عليا بلايكاتكم، خليو لي تعاليقكم الزوينين. وهنايا خديت الاطار اللي انا محتاجه انني نقاد به الطورطه ديالي، فخديت هذا الاطار هذا. فانا غادي نخرج منها جوج ديال القلوبه، والثالث غيكون غير بالطروفه. فانا غندير طورطه فيها 3 ديال الطبقات، يعني هذا الجينواز هذا غنخرجوا منه 3 ديال الطبقات في لاطاغط اللي غادي ندير معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اذا هنايا هادو جوج راهم مقادين، والثالثه غادي نقدها غير بالطروفه اللي شاطوا ليا من جينواز، حتى حاجه ما تضيع. المهم غادي تشوفوا معايا كل شيء في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تخليوا ليا جيم وتعليق محفز،
وبالنسبة للمقادير مضبوطين غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. التزموا بالمقادير والتزموا بالنصائح اللي عطيتكم ان شاء الله. من هنا الفوق ما عمر باقي الجينواز غادي تلقاي معها شي صعوبة. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد.